الراجل ده اتقال له فكرتك مش هتنجح وبعدها باعها بمليار و200 مليون دولار. انت متخيل الرقم؟ الراجل ده اسمه جيمي، في سنة 2013 دخل برنامج شارك تانك وكان معاه اختراع جرس باب فيه كاميرا بيوصلك بالفيديو على موبايلك لما حد يخبط عليك وانت مش موجود في البيت. دخل زي الباشا، طلب استثمار 700 ألف دولار مقابل 10% من شركته. المستثمرين ضحكوا عليه وقالوا له مين هيشتري حاجة زي دي؟ الناس مش محتاجاها أصلا، وكلهم رفضوه. For that reason, I'm out. And for that reason, I'm out. I just don't think it's for me. I'm out. حد منهم كده حاول معاه، بس كانت يعني العروض بتاعتهم جشعة جدا. I'll give you $700,000. I want a 10% royalty. That drops down to 7 after I recoup the 700,000, and I get 5% of the company's equity today. Respectfully, Mr. Wonderful, we're going to decline. المهم زي ما انت شايف كده، جيمي خارج من البرنامج شكله محبط جدا، بس ما استسلمش وقرر يطور في المنتج بتاعه وغير اسمه لرينج وابتدى يبيعه اونلاين. واحده واحده المبيعات بدات تكبر سنه ورا سنه، لحد بقى ما في 2018 امازون اشترت الشركه بمليار و200 مليون دولار. حاجه يعني مرعبه. ومش بس بقى كده وهي دي اللقطه، بعديها بسنه بالظبط في 2019 جيمي رجع لبرنامج شارك تانك، بس مش علشان يطلب منهم تمويل، هو رجع كجست شارك، او يعني مستثمر ضيف يجي يستثمر في المشاريع اللي موجوده في نفس البرنامج اللي كلهم رفضوه فيه وضحكوا عليه. الخلاصه، الناس اللي قالت لك مش هتنجح بتعبك وبشغلك وبمجهودك بكره هيتمنوا يشتغلوا معاك.